احنا ليه بنتخانق؟ ليه المشاكل الكتير ما بين اي اتنين متجوزين او اي اتنين بيحبوا بعض او اي اتنين في علاقه؟ خليني اقول لك ان اغلب الدراسات اللي اتعملت على اي اتنين في علاقه عاطفيه، علاقاتهم الاجتماعيه اضعف بكتير قوي من السناجل من غيرها. هتلاقي زيارات اهلهم اقل، صحابهم بعتني بكام يا عشري، فين البلاي ستيشن الحلو وقعده القهوه الرايقه، خلاص سبتنا ورحت لها. هتلاقي ان هو شايف الشخص التاني طرف هيلبي له كل احتياجاته، اخ واخت وصاحب وصديق وصديقه وحبيب وحبيبه وزوج وزوجه، وكل حاجه في العلاقه هو انت. فانت مستني من الطرف التاني من العلاقه كل حاجه، يعمل لك كل حاجه. وطبيعي ان هو شخص واحد فمش هيقدر يلبي كل احتياجاتك، فمن هنا بتتزرع في دماغك غريزه الخناق اللي هو مقصر. طيب، خليني اقول لك ان طريقه تعبيرك عن الحب او طريقه تعبيرك للطرف الثاني عن افعالك ومواقفك مهمه جدا. يعني انت راجع من الشغل، عامل مفاجاه لمراتك وجايب هديه حلوه وبوكيه ورد وعلبه شوكولاته او ايا كان نوع الهديه، ورحت داخل عليها ومطين الشقه كلها بجزمتك، وسخت لها السجاد. يا نهار اسود، يا لهوي، انت بتحبني ازاي وبتوسخ لي السجاد؟ هي مش هتشوف اللي انت جايبه ومش هتشوف الهديه بتاعتك. كل شخص ليه طريقة مختلفة عن الشخص التاني. شوف الطريقة اللي تناسب حبيبك ايه، والطريقة اللي يحس بيها من ناحيتك ان انت فعلا بتعبر له عن حبك، مش انت اللي بتعبر ازاي. شوفوا هو يناسبه ايه. الخناقة بتلاقيها قلبت لمعركة، خناقة مين كسبان ومين خسران. كأن يعني الكسبان ده هنعمل له منصة وهيتكرم بالميدالية الذهبية ومبروك كسبت معانا الخناقة. لا، الموضوع مش كده خالص. ومن كتر الخناقات بتلاقي ان الواحد راح، انا هسكت خالص، تعمل اللي تعمله ولا يعمل اللي يعمله، انا مش هتكلم. يا نهار اسود، يا لهوي على الكتمان. كل المصايب بتيجي من ورا الكتمان، تراكمات كتير، وهتلاقي نفسك في وقت من الاوقات انفجرت وعملت مصيبه وهديت المعبد على اللي فيه. فما تعملش كده، ما تكتمش اللي جواك. مش لازم تبقى انت الشخص المسيطر في العلاقه. تخيل انت علاقه شخص مسيطر عليها، كل كلامه صح، كل اراءه صح، كل اللي بيقوله صح. طب انت نفسك مبسوط وانت صح في كل حاجه في حياتك؟ انت شايف نفسك ان انت صح في كل حاجه في حياتك؟ العلاقه ما بين طرفين، هي ليها راي وانت ليك راي. السيطره في العلاقه مش لنجاحها تماما، بالعكس اغلب العلاقات اللي فشلت علشان في طرف واحد مسيطر في العلاقه. المشاكل هتحصل، بس لازم تبقى عارف ان المشاكل هو جزء مهم من اسس العلاقه وازاي تقدر تتعامل معاها. لما تلاقي المشكله بدات والعركه بدات تدور، حط في دماغك شويه اسئله. هو الشخص اللي انا بتخانق معاه ده لسه حبيبي؟ لسه مراتي ام عيالي الحلوه الجميله؟ لسه خطيبتي حبيبتي والحب اللي ولع في الذره؟ ولا هي مش عايزه؟ ولا انا مش عايزاه؟ شوف الشخص ده بالنسبه لك ايه. هي خناقه وهتتحل، ولا انت فعلا بتتعامل مع عدو ليك؟ لو خسرت الخناقه هيحصل ايه؟ اسال ده. ايه اللي هيحصل يعني لو ما كسبتش يا عم ما تخسر يا عم خناقه. هو انت عايز تبقى مبسوط ولا عايز تبقى كسبان في كل حاجه؟ واسال نفسك سؤال مهم. يعني انا عارف انه سؤال صعب، ما يمكن الطرف التاني لا قدر الله يعني ممكن يبقى عنده حق، ممكن يبقى عنده حق، معلش ممكن يا اخي يبقى عنده حق، جايز. ممكن يبقى وجهة نظره صح، رأيه صح، عنده حق في اللي هو بيقوله. ما تشوفوش شرير، ما تشوفوش شيطان قدامك، ما تشوفوش عدو. لا، شوفوا الطرف التاني شريك حياتك، بس في اختلاف لوجهات نظر. وشوف الوقت المناسب ان انت تعبر فيه عن وجهة نظرك. ما يبقاش جوزك راجع من الشغل وكاتب 18 استقالة وهو جاي في المواصلات ولا راكب عربيته في الطريق كل دقيقة بيفكر يستقيل، واول ما يدخل البيت انا عايز اعرف بقى. لا، هو مش كده. ولا انت بقى مراتك وحبيبتك عماله واقفه تعمل الاكل والعيال والبيت وحاسه ان هي خلاص هتولع فيكم كلكم، وتيجي انت عايز تتخانق دلوقتي او عايز تتناقش دلوقتي. اختار يا حبيبي الوقت المناسب، الوقت المناسب للكلام، تكونوا رايقين كده وعندكم قابليه ان انتوا تسمعوا بعض. وحاول تشوفه يعني على انه طفل، او ما تقوليش انا عارف ان هو طفل وده عقل طفل. يا عم لا، شوفه طفل، شوفه ان هو يعني طفل صغير عمال يعيط، مش عارف يعبر عن مشاعره، مش عارف يعبر عن احساسه بطريقة انت تفهمها. وهو في الاول وفي الاخر شريك حياتك، مش الشخص الشرير. قول لي ايه اغلب المشاكل والخناقات اللي بتواجهك في علاقتك، واعمل شيل الفيديو
عشان غيرك يستفيد.